إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتباه، هداية ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين يا رب العالمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. لقد كانت غزة تلك البقعة المباركة من أرض فلسطين ميداناً من ميادين الإيمان والصبر والثبات، شهد فيها العالم كله كيف يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الصمود في وجه أعظم آلة عسكرية عرفها العصر الحديث. واجهوا الموت بقلوب مطمئنة، وعاشوا الحصار بأرواح عالية، ووقفوا على أنقاض بيوتهم يرفعون الأذان ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أثبتوا أن الإيمان أقوى من السلاح، وأن العقيدة أثبت من الجدران، وأن من اعتمد على الله فلن يخذله الله أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة، إن نصر الله سبحانه وتعالى لا يقاس بعدد المعارك ولا بمقدار الدمار، بل يقاس بثبات القلوب وعلو الهمة وصدق التوكل. لقد نصر الله أهل غزة بثباتهم قبل أن ينصرهم بسيوفهم، وأكرمهم بأن جعلهم عنوانا للعزة في زمن الضعف، وصورة للكرامة في وجه الطغيان.
لقد رأينا أيها الإخوة كيف انقلبت الموازين، وكيف انكشفت حقيقة العدو المتغطرس الذي ظن أنه لا يهزم، فإذا به يجر أذيال الخيبة ويعود بالهزيمة النفسية قبل العسكرية. فسبحان الله الذي وعد عباده المؤمنين بالنصر ولو بعد حين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة، ما أشد حاجتنا اليوم إلى أن نتعلم من أهل غزة معنى الإيمان عند الشدائد، ومعنى الصبر عند البلاء، ومعنى الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. لا يأتي النصر بالتمني أيها الإخوة، بل بالتضحية، وأن الكرامة لا تمنح. الكرامة لا تمنح أيها الإخوة، إنما تنتزع بالإيمان والعزيمة. الكرامة لا تمنح، إنما تنتزع بالإيمان والعزيمة. أيها الإخوة، إن النصر الذي من الله به على أهل غزة هو تذكير لنا جميعاً بأن الله لا يخلف الميعاد، وأن الأمة وإن ضعفت مادياً فإنها قوية بإيمانها ووحدتها ودعائها. لقد رأينا أيها الإخوة كيف أذل الله المعتدين، وكيف جعل بأسهم بينهم، وكيف خرجت الأمة كلها تكبر وتهلل فرحاً بثبات أهلها ونصر ربها. وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى وعد الصدق: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أيها الإخوة، اجعلوا من هذا النصر نقطة انطلاق لوحدة الأمة، وعودوا إلى الله تائبين مخلصين. فالثبات لا يكون إلا بإيمان صادق، الثبات لا يكون إلا بإيمان صادق، والنصر لا يستدام إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. النصر أيها الإخوة لا يستدام إلا بطاعة الله عز وجل. فأحسنوا الظن بربكم، وأكثروا الدعاء لإخوانكم، وكونوا على يقين من ربكم أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الأيام دول بين الناس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين ناصراً ومؤيداً. اللهم ارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وأطعم جائعهم، واروي عطشانهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا النصر بداية تمكين لامتداد، واجمع كلمة هذه الأمة على الحق يا رب العالمين. اللهم كما أريتنا خذلانهم أرنا يا رب نزوحهم يا أكرم الأكرمين. يا رب أرنا ذلك وأكرمنا بذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.